صحتني على فكرة، المنبه ما كانش شغال أصلا. يا ريتني ما صحيتك. لا يا ريتني ما صحيتك. أيوة معذور. مش عايشين يا اسطى، شايف؟ وبدأت الانطلاقة لزيارة أغنى دولة في العالم. يلا بينا. في البلد دي يقال إن ما بين كل 10 على الأقل في واحد مليونير. دي البلد الوحيدة في العالم اللي المواصلات فيها ببلاش. طبعا التوحة وأحمد قرروا يستمتعوا طريق الرحلة، ويتفرجوا على المناظر الطبيعية الجميلة زي ما انتم شايفين كده. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. A little bit of sunshine and good vibes, yeah, that's all we need. And we ain't gonna worry, ain't in a hurry, everything is going our way. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. Everybody's moving to the song on the radio. A little Stevie Wonder never hurt nobody's soul. Something about lawn chairs out in the warm air feels like a sacred place. 'Cause when we all get together every day is a holiday. بجد الطريق كله كان تحفة ومناظر تحفة زي ما انتم شايفين. ورغم ان الطريق كان تقريبا 5 ساعات من المدينة اللي انا بسكن فيها، الا انا ما نمتش ولا دقيقة واحنا رايحين الجمال والحلاوة اللي انا شايفها دي. بجد ما نمتش خالص في الطريق، ومناظر جامدة مع النهر مع البيوت الجميلة، يعني حاجة تحفة. انا بقى هوت كنا لسه فاضل حاجات بسيطة على الطريق، يعني نص ساعة ولا كده او نوصل. احنا وصلنا المحطة وحاجة شكلها تحفة. قررنا بقى أول حاجة نعملها ناخد جولة في المدينة كده، والشباب طبعا صحت من النوم. بلد نظيفة جدا جدا، ومش بس فيها المواصلات ببلاش، ده فيها كمان التعليم ببلاش. وحرفيا هي بالرغم انها صغيرة بس هي بلد الفلوس، وموجودة على حدود ألمانيا وبلجيكا وفرنسا. وكمان بالمناسبة ان 50% من الشعب او من 50% من الناس اللي هنا أجانب، لأنهم بيجوا هنا على اللوكسمبورج عشان يشتغلوا، لأن ده طبعا الفلوس أكتر. وهي كمان بلد مرتفعة جدا زي ما انتم شايفين كده. تعالوا شوية أحكي لكم عن نظام الحكم في لوكسمبورج، لأنه غريب جدا. يعني بعد هزيمة نابليون سنة 1815 لوكسمبورج اتحولت لحاجة اسمها دوقية، اللي هي أكبر دوقية في العالم، أو تقريبا الدوقية الوحيدة الموجودة في العالم. وبيحكمها دوق، اللي هو دال واو قاف، دوق.
مش ملك، يعني بيحكمها شخص يسمى دوق، يعني هو مش ملك ولا أمير. المكان اللي انتم شايفينه ده يعتبر يعني زي ما بنقول كده مجمع التحرير بتاع لوكسمبورغ. زي ما انتم شايفين المكان باين قد ايه المباني فيه حلوة، وقد ايه المكان يعني يبان ان هو غني جدا. والبلد دي مشهورة جدا انها مليانة قلاع، زي ما انتم شايفين كده هي على قمة عالية كده. كل واحد كمان في البلد دي بيتكلم 4 5 لغات، يعني انجليزي، اي حد تلاقيه بيتكلم هنا انجليزي، الماني، فرنساوي، وفي لغة كمان اللي هي لغة اللوكسمبورجية. شايفين يا جماعة البلد والقلاع اللي فيها، حاجة غريبة بجد. اهم يا جدعان اهو اطفال بيلعبوا اهو. لوكسمبورغ دي كمان تاني أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي، اللي هي مساحتها 2500 كيلو متر بس. يعني ممكن كمان تلاقيها دي أصغر من مدن كتير جدا في العالم، بالرغم بقى من إنها صغيرة كده، إنها مركز للاستثمارات في العالم ومركز للبنوك. معنى ان المواصلات هنا ببلاش ان هي المواصلات بقى وحشة وكده، لا بالعكس، دي نضيفة جدا وحديثة وكأنها جديدة جدا. ده مكان كده زي غرفة، يعني مسجلة فيديو بتحكي لك فيه عن المدينة وعن نشأتها وعن كده بكل اللغات، يعني ب4 لغات، انجليزي وفرنساوي والماني ولوكسمبورجي. وزي برضو ما انتم شايفين اصحابي برضو قرروا ياخدوا باوزة كده انهم فصلوا مني. Zusammen mit dem eigenen Siegel und dem Rathaus waren es die Stadtmauern, welche im 12. und 13. Jahrhundert anzeigten, ob es einer Stadtgemeinde gelungen war, sich von ihrem Stadtherrn zu befreien. Geht man dann ab dem 11. und 12. Jahrhundert allmählich zur steinernen Mauern über. Die so entstehenden Ringmauern werden im Laufe der Jahrhunderte erhöht.
Fortifications are linked to urban growth. Cities becoming more populous during the 11th, 12th and 13th centuries and population growth caused the development of new suburbs which were gradually incorporated into the fortification system. Old ramparts were extended and new stone walls were constructed. Town attendants on many city seals. أنا كنت خلاص كنت فصلت فقلت قررت إني أريح شوية. كل يوم تطلع من البيت لازم تنزل كنت لازم تطلع كنت عايش حوالي زي تطلع غير شو بتسوي دي حاجات عشوائية فشخ. قررنا نلف البلد كلها بالبوس والترام. ركبنا طبعا زي ما شايفين طبعا ببلاش من غير ولا يورو. ركبنا حرفيا ولفينا الدورية كلها. هي البلد عبارة عن دورية كده احنا لفيناها كلها. وركبنا بقى الأتوبيس أبو بلاش، يعني حاجة جميلة كده. هو نفس الأتوبيس أبو فلوس، بس طبعا هو ببلاش. ليه يعني حاجة، ليه إحساس تاني كده. مشينا بقى لوسط البلد عن مباني حلوة كده زي دي. كانت جولتنا من أغنى بلد في العالم لوكسمبورغ. يا رب تكون عجبتكم، ودعمونا بقى يا جدعان كده. لايك، اكتبوا لنا كومنت، اكتبوا لنا يعني ايه اللي المفروض اعمله عشان احسن الفيديوهات كده يعني. واشوفكم في فيديو جديد وفي بلد جديدة ان شاء الله.